السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى دروسنا من جرامر كورس الجرامر للمرحلة الثانوية والإعدادية. أنت في ثانوي أو في إعدادي ما ينفعش الكورس ده يفوتك. كورس بنتأسس فيه إن شاء الله علشان السنة الجديدة. بنتكلم النهاردة عن pronouns in English، يعني أنواع الضمائر فين في الإنجليش. كلمة pronoun دي إيه أصلها؟ الكلمة دي بتنقسم إلى قسمين. أول حاجة هي برو وبلس كلمة ناون. برو زائد إيه؟ زائد ناون. يعني برو قال لي هي كلمة أصلها لاتيني ومعناها ينوب عن أو يحل محل. يبقى برو أصلها لاتيني، كلمة لاتينية معناها ينوب عن أو يحل محل. وكلمة ناون يعني اسم، فبقت برو ناون. الضمير ده بيحل محل الاسم. نبدأ الأول بالسبجكت بروناونز. ده أول نوع من أنواع الضمائر، اسمه subject pronouns، يعني ضمائر الفاعل. هي ضمائر شخصية للدلالة عن المتكلم والمخاطب والغائب. احنا عارفين ان عندنا ضمير متكلم وضمير مخاطب وضمير غائب. الفاعل ده اللي بيقوم بالفعل. قال لي كمان ضمائر الفاعل بتحل محل الأسماء التي تعمل كفاعل في الجملة، تيجي في أول الجملة. وممكن كمان يستخدم الضمير ده في حالة الغائب. ليه بقى؟ علشان أتجنب تكرار ان انا اذكر الفاعل اكتر من مره. بص معايا كده للجدول اللي قدامك ده. عندك هنا الفيرست بيرسون اللي هو المتكلم، السكند بيرسون المخاطب، والثيرد بيرسون الغائب. المتكلم زي الاي والوي، طبعا اي دي سنجلر مفرد ووي دي جمع. السكند بيرسون المخاطب، ليه هنا في يو ويو؟ علشان احنا عارفين ان يو انت مفرد ويو يعني انتم بقت جمع. تمام. بعد كده عندك الثيرد بيرسون الغائب، عندنا هي وشي وات، ده في المفرد. وذي فين؟ ذي للجمع. هي هو، شي هي، ات هو او هي الغير العاقل، ذي يعني هم الجمع. بص كده للاكزامبل ده. I play tennis. بدأت بإيه؟ بدأت بالفاعل اللي هو مين؟ الآي. يبقى اي هنا ضمير فاعل يجي فين؟ في اول السنتنس. الفاعل فين؟ في اول السنتنس. I play tennis، انا اللي بلعب تنس، انا اللي بقوم بالفعل ده. بعد كده عندنا you play football well. you دي كمان ضمير فاعل subject pronoun، جت فين؟ في اول الجملة. ليه؟ لان ده هو اللي بيقوم بالفعل. عندنا كمان في جزء angry and he wants Sally to apologize. فيجو هنا بدأت الجملة بالاسم and he wants. هنا أنا تجنبت تكرار نفس الاسم، فعملت إيه؟ استخدمت ضمير فاعل بدل كلمة فيجو. تاني نوع من أنواع الضمائر وهو الأوبجكت بروناونز، ضمائر المفعول. هنا الضمائر دي بتستخدم بتنوب أو تحل محل المفعول، الاسم الذي يعمل كمفعول مباشر أو غير مباشر في الجملة. إيه المفعول ده؟ اللي وقع عليه الفعل. أنا عندي فاعل وعندي فعل وعندي مفعول. بص كده عندي هنا الآي بقت مي، يو هي يو، هي هم، شي هير، it we us، you they them. بص معايا كده الإكزامبل ده. she tells me everything. she tells me، she هنا فاعل، هي اللي بتقول. طب هنا بتقول لي مين؟ بتقول لي أنا. tells me ما ينفعش أقول هنا tell I، لا، لأن الآي ضمير فاعل. لكن أنا بقول هي بتقول، هي الفاعل اللي بتتكلم، هي اللي بتقول. طب بتقول لي مين؟ بتقول لي أنا، فبقت مي. طب مي هنا جت بعد إيه؟ مي هنا ضمير المفعول ده جه بعد الفعل. ما هي تل هنا ده فعل. طب الفعل جه بعد إيه؟ الفعل جه بعد الفاعل. فالجملة هنا ترتيبها كده فاعل فعل مفعول، subject verb object. She tells me
ده ترتيب الجملة. علشان لو عايز اكتب جملة او اكتب جملة في الانجليش، اكتب sentence، بعمل كده، بستخدم الاول subject ثم verb ثم object. فانا هنا لو عايز استخدم ضمير مكان الاوبجكت بستخدم ايه؟ ضمير مفعول، يعني object pronoun اللي هو me. هي تخبرني بكل شيء. She prefers to go with you. She prefers to go with you. ركز كده. She prefers، ماشي. she هنا السبجكت، prefer هنا الفيرب. عندي هنا to حرف جر، جو فيرب تاني وحرف جر. جبنا ايه بقى في الاخر؟ جبنا يو. يو ده ايه؟ ضمير مفعول. يعني ايه بقى معنى السنتنس دي؟ هي تفضل الذهاب معك او معكم. يو هنا ممكن اقصد بيها معك انت لوحدك او معكم كلكم. فيو هنا عبارة عن ايه؟ عن object pronoun. خد بالك ان يو بتستخدم كسبجكت او object. افهم ازاي؟ من خلال سياق الكلام. شي هنا الفاعل، فيو بقت المفعول. I know him well، يعني أنا أعرفه جيدا. I هنا الفاعل، السبجكت pronoun. I know، I فاعل، know فعل. طب him هنا ضمير مفعول، object pronoun. him جت من إيه؟ جاي من he، يعني ده شخص مذكر، شخص مذكر him. عندي كمان I saw her last night. I فاعل، saw الفيرب الفعل، her ده ضمير المفعول، الأوبجكت pronoun. رأيتها الليلة الماضية. عندي كمان I saw them yesterday. I saw أنا اللي شفت مين؟ شفتهم. فذم هنا ضمير مفعول. I saw them yesterday، رأيتهم بالأمس. نيجي بعد كده لتالت نوع وهو ال possessive pronouns. اسمه ايه؟ possessive pronouns، ضمائر الملكية. ركز بقى كويس جدا، علشان عندي كمان حاجة اسمها صفات الملكية، وده بيلخبط مع ده. دي عبارة عن ضمائر بتستخدم للدلالة على الملكية، تأتي بعد الاسم الذي نريد إثبات ملكيته. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده للإكزامبل ده. This pen is mine. This pen is mine. فين الضمير هنا؟ ضمير الملكية هو mine. طب mine ده ينفع استخدم بعده اسم؟ ينفع اقول مثلا this is mine pen؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. mine ده ضمير الملكية بيجي فين؟ في الآخر غالبا، في آخر الجملة. أهم حاجة ما تجيبش بعده اسم، ما ينفعش، ده ضمير، وانت عارف ان الضمير بيحل محل الاسم، مش كده؟ فينفع استخدم بعده اسم؟ ما ينفعش. This pen is mine. تمام كده؟ طب mine كان اصلها ايه او جاي منين؟ من I. تمام. بعد كده عندنا This book is yours. هذا الكتاب ملكك. This book is yours. خد بالك yours هنا اخرها ايه؟ اخرها s، لان عندك معظم ضمائر الملكية اخرها s. بص معايا كده في الجدول. عندك mine ماشي، yours، his، عندك hers صح اخرها s، ours yours theirs، كلهم بينتهوا بحرف الاس. خلاص، فانت تعرف كده ان الضمير المنتهي بالاس ده ما ينفعش استخدم بعده اسم. هنا كمان this car is hers. طب hers هنا ايه؟ عاد على مؤنث. تمام كده، this car is hers. نيجي للنوع الرابع بعد كده هو ال possessive adjectives. possessive adjectives صفات الملكية. طب صفة، احنا عارفين ان الصفة بعدها اسم، حلو كده. يبقى انت هنا تركز ان ضمير الملكية ما ينفعش بعده اسم، لكن صفة الملكية لا، يجي بعدها اسم. لازم نفرق ما بين شيئين مهمين، ضمائر الملكية وصفات الملكية. بص كده، ضمائر الملكية ضمائر تحل محل الاسم كما ذكرنا من قبل، ماشي. ولكن صفات الملكية صفة تستخدم لإثبات الشيء لمالكه، ولا تحل مكان الاسم أو لا تحل محل الاسم. أو I بقت my، you your، he his، she her. أهو مفيش اس هنا، مقولش hers، مقولش yours، لا، it its، we our، you your، they their.
طب بص هنا بقى كده، my name is محمد. my عبارة عن ايه؟ عن possessive adjective، صفة ملكية، جه بعدها اسم، ما هو name ده اسم، جه بعد ايه؟ بعد my. يبقى اسمي محمد. where is their home؟ their home. their صفة ملكية، جه بعدها كلمة home، ده الاسم. تمام كده؟ ما ينفعش اقول theirs في الحالة دي. تمام؟ ليه؟ لأن home ده اسم موجود، فهنا استخدم their صفة الملكية. أين منزلهم؟ عندك كمان this is its tail. هنا بقى نقطة مهمة جدا جدا لازم تاخد بالك منها كويس قوي. ايه هي؟ its هنا ما فيهاش apostrophe. ليه؟ يبقى صفة الملكية its ما فيهاش apostrophe، ولكن لو هنا في apostrophe تبقى it is أو it has. لازم تفرق كويس جدا جدا جدا. صفات الملكية أو صفة الملكية its ما فيش apostrophe. لو هنا حطينا apostrophe بقت غلط، بقت it is أو it has. This is its tail. هذا هو ذيله أو ذيلها على حسب الانيمال الموجود هنا بالظبط. This is its tail. ده كده ايه؟ صفة ملكية اهو its بعدها النون كلمة tail. آخر نوع معانا وهو ال reflexive pronouns. reflexive pronouns الضمائر المنعكسة. هي ضمائر بتحل محل مفعول به في حالة واحدة، وهي هي بقى لما يكون المفعول هو نفسه الفاعل. الفاعل والمفعول شخص واحد، يعني الشخص اللي قام بالفعل هو نفسه من تلقى أو من وقع عليه الفعل. إزاي الكلام ده؟ الأول لازم تعرف إن في استخدامين للأفعال المنعكسة في الإنجليش. طبعا عندك هنا زي ما قدامك في الجدول الأفعال المنعكسة، عندك myself، yourself، himself، herself، itself. ده المفرد بينتهي بself، ولكن الجمع بينتهي بselves أهو ourselves، yourselves، themselves. لازم أفرق self جمعها selves، فأنا المفرد عندي آخره self والجمع آخره selves. وعندك you هنا لها حالتين، لو بكلم واحد بس مفرد بقول yourself، ولو بكلم أكتر من واحد بيتجمع yourselves. بص كده الإكزامبل ده، she talks to herself. she talks to herself تتحدث مع نفسها. she هنا ضمير إيه؟ قول أيوة ضمير فاعل. طب herself ضمير اسمع كده منعكس. هي وherself هي بتتكلم مع مين؟ مع نفسها، يعني هياها الفاعل والمفعول. فهمناها دي؟ فهنا قلنا ايه؟ herself. I washed the car myself. أنا غسلت العربية بنفسي. I هنا الفاعل ومyself ضمير المنعكس حل هنا محل المفعول، وده نفس الشخص هو اللي غسل العربية بنفسه. أهو غسلت السيارة بنفسي. النوع الثاني هو استخدام للدلالة على التفخيم. يعني ايه الكلام ده؟ The president himself was here. الرئيس شخصيا بنفسه كان هنا. هنا في تفخيم، ما هنا present يعني he، وهنا ايه بقى؟ هنا himself was here، فهنا himself للتفخيم. I spoke with the queen herself. أنا تحدثت مع الملكة شخصيا أو بنفسها. I spoke with the queen herself. the queen و herself هنا ايه؟ للتفخيم. يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.